حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مره تشوفوا قناتي ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعلوا زرار الجرس علشان يوصلكم كل فيديوهاتي الجديده. كمان يا ريت لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك للفيديو. حبايبي واصحابي على فيسبوك ما ننساش نعمل لايك للفيديو، متابعه للصفحه وشير للفيديو. والناس اللي محتاجه قراءات خاصه بتتواصل معايا على رقم الواتساب اللي على الفيديو قدامكم. النهارده هنشوف طاقه حبيبك في الطاقه الحاليه، ايه طاقته، نواياه، بيعمل ايه، هيعمل ايه، الدنيا فيها ايه. يعني هنشوف كده ايه كل المستخبي في الطاقه الحاليه. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، انا شايفه ان الشخص ده مديلك ظهره، وشايفه ان في انفصال. يعني القراءه دي فيها منفصلين كتير، فشايفه ان هو مديلك ظهره في انفصال. وشايفه ان الانفصال ده تعبك وتعبه، مضايقك ومضايقه. شايفه كمان ان هو متضايق منه، لان هو مستني منك خطوه، عنده طاقه انتظار، مستني منك خطوه. وانت في الطاقة دي للأسف مش هينفع تاخد خطوة، لأن انت للأسف مظلوم. يعني سوري، مش للأسف، انت في الطاقة دي مظلوم، فمش هينفع ان انت تاخد خطوة. تمام. شايفة ان انت يعني عايز تقف كده قدامه، وعايز تواجهه، وعايز تقوله انت السبب، انت اللي خلتني ان انا اعمل كده، لان انت جيت عليا، وجعتني، ظلمتني، اذيتني. آم، يعني انت السبب. وهو كمان عايز يوصل لك ان انت استفزيته بحاجة، ممكن اسلوب، ممكن كلام، ممكن طريقة، ضايقته باي شكل من الاشكال، او عملت له حاجة ضايقته، او قلت له حاجة هو ما كانش متوقعها منك، او ما كانش مستنيها منك. تمام. فيعني شايفة ان هو بسبب الموقف اللي حصل ما بينك وما بينه دوت، او الاستفزاز، او الموقف اللي مش كويس اللي حصل ما بينك وما بينه، هو اتقلب عليك، او اتحول عليك، او الوضع اتغير، ما بقاش زي الاول. تمام. فهو عايز يحسسك ان انت السبب في القلبة اللي هو اتقلبها عليك دي. تمام. فالمفروض بقى، يعني هو بيقول لك انت المفروض بقى ما تسيبنيش ان انا منتظر كده، لازم تاخد خطوة، تدادي، تدلع، تقرب، تعمل حاجة. ما ينفعش ان انت تسيبني كده. تمام. شايفة ان انتوا شوية اتعاملتوا مع بعض باسلوب الند للند، ودي مشكلة. اتعاملتوا بعيدا عن المشاعر، وقفتوا لبعض على الواحدة. تمام. وانا شايفة ان هو اتسرع وبوظ الدنيا. تمام. او بوظ العلاقة، لان هو ممكن يستفز بسهولة، او فهمك غلط، يعني حاجة زي كده. وهو دلوقتي مستنيك ان انت، طاقة انتظار فظيعة، مستنيك ان انت تعمل حاجة. وشايفاه ان هو كمان اللي عند، او البعد، او اللي هو فيه ده بيعاقبك بيه، يعني هو بيعاقبك بالبعد. تمام. وشايفة في نفس الوقت ان انت محتار، مش عارف تعمل ايه. بتسأل نفسك، بتقول طب هو متعمد ان هو بقى يعني يضايقني، متعمد ان هو يحسسني ان العلاقة انتهت. بس انا شايفة ان هو فعلا متعمد، هو فعلا بيعمل كده عن عمد. عايز يوري لك ان هو اتغير معاك، عايز يكيدك، عايز يلففك حوالين نفسك. تمام. آم، يعني عايز يوترك كده ويحيرك، وطول الوقت يخليك تسأل نفسك هل انت سبب في اللي حصل ما بينكم ولا لا. تمام. هو فعلا بيعمل كده عن عمد، مش صدفة ولا اي حاجة خالص. تمام. طيب، انا شايفة ان الشخص ده شوية كانت العلاقة ما كانش ليها الاولوية عنده، كان مشغول بحاجات تانية. آه وانت ممكن ابتديت بعد ما سبتوا بعض ان انت تاخد خطوة لنفسك، او تفوق لنفسك. فيعني الدنيا، شايفة ان الدنيا باظت، يعني شايفة ان الدنيا ما بينك وما بينه باظت. ليه؟ لان هو خلي بالك برضو ممكن يكون دخلك في كذا اختبار. تمام. والاختبارات دي انت ممكن تكون فشلت فيها، فعلشان كده يعني هو عنده طاقة ندم. تمام. شايفة ان عنده طاقة ندم، ان هو كان بيتمنى ان هو يتعامل معاك بطريقة احسن من كده، او باسلوب احسن من كده. تمام. لان هو دلوقتي، او في الفترة الاخيرة، اتعامل معاك باسلوب فيه عصبية تجاهك. ليه؟ لان هو زي ما قلت لك، شايف ان انت اشتغلت على نفسك، او غيرت من نفسك، فابتديت تثير شكوك فيه. وهو ممكن يكون حطك في كذا اختبار، وانت ممكن تكون ما اخدتش بالك، او هو فاهم غلط. تمام. فهو عنده طاقة شك، لان في حاجة محيراه. تمام. انت بتغير من نفسك ليه؟ انت شاغل نفسك بايه؟ تمام. فدي حاجة مخليه مش راضي. عايز يقولك انت لو اديت قلبك لحد تاني، انا هختفي من حياتك تماما.
لان هو خايف يتوجع منك جدا. تمام، خايف ان انت تلاقي شخص احسن منك. خلي بالك هو هيتجنن، عايز يعرف مين غيرك، مين قلبك عليه القلبة دي. تمام، عايز يعرف مين غيرك من ناحيته. يعني مش عارفة ليه هو بيفكر بالشكل ده، بس يمكن زي ما قلت لك لان هو حطك في كذا اختبار، وهو ممكن يكون من وجهة نظره انت فشلت. يعني تمام، انت ممكن تكون اتعاملت تمام، ولكن هو من وجهة نظره انت ممكن تكون فشلت. عايز قلبك ما يتشغلش بحد غيره، مش عايزك تشوف حد غيره ولا تتعلق بحد غيره ولا يكون في حياتك حد غيره. الشخص ده عنده مخاوف كتيرة جدا، قلقان، مش مرتاح، وفي نفس الوقت مش قادر ان هو يخبي مخاوفه دي. عايز يعرف كل حاجة عنك، عايز يعرف ايه اللي بيدور في حياتك. وانت كمان، يعني انت كمان عندك حيرة، انت كمان عندك مخاوف، انت كمان عندك شكوك، انت كمان عندك قلق. في حب كبير خلي بالك ما بينك وما بينه رغم الزعل والمشاكل اللي انتوا فيها، ولكن شايفة ان العلاقة دي فيها حب كبير وفيها مشاعر كبيرة. يعني مش شايفة ان العلاقة دي متوقفة عند الزعل او عند المشاكل. تمام، شايفة كمان ان الشخص ده طول الوقت بيفكر فيك انت كشريك المستقبل، حتى لو العلاقة فيها مشاكل، انت مقصر فيه كتير قوي. حتى لو العلاقة منتهية، حتى لو في مشاكل، فهو مش شايف غيرك ان انت شريكه المستقبلي او نصه التاني. في ذكريات جميلة ما بينك وما بينه، في لحظات حلوة ما بينك وما بينه، في احاسيس وفي مشاعر كويسة جدا ما بينك وما بينه، هو مش قادر ينساها. تمام، وعنده امل وعنده احساس ان ممكن كل حاجة هترجع زي الاول. تمام، مراقبك، عينه عليك، متابعك، وده طبعا بسبب الغيرة وبسبب الشك. آم، شايفة في طاقة عند يا جماعة في الموضوع. يعني شايفة ان الدنيا مش احسن حاجة ما بينك وما بينه. انتوا الاتنين عناديين جدا وبتعاملوا بعض، وده مأثر على العلاقة بالسلب. طيب عايزة اشوف كده جروب تاني. في طاقة عند يا جماعة. يعني شايفة ان انتوا الاتنين بتعاندوا في بعض، وممكن بيجي عليكم وقت بتبقوا بتاكلوا في نفسكم. كل واحد فيكم عايز يقرب من التاني، عايزين تقربوا من بعض. كل واحد عايز يقرب من التاني ومش بتقدروا، لان كل واحد فيكم دماغه ناشفة، كل واحد فيكم قافل على اللي في دماغه. تمام، مقضينها تحدي. اللي بيحن للتاني هو يعني اللي هيبقى الاضعف، فاهمين؟ فكل واحد فيكم مستني التاني هو اللي ياخد خطوة او اللي يحن للتاني. شايفة ان هو بيحاول ان هو ينساك، وعمل كذا حاجة عشان ينساك، واخد كذا خطوة عشان ينساك، وللأسف مش عارف. آم، شايفة ان انتوا الاتنين لحظة الاستشفاء بتاعتكم لما تفتحوا قلبكم لبعض، لما حد فيكم يضعف ويفتح قلبه للتاني، لان زي ما قلت لكم انتوا الاتنين في طاقة عند وفي طاقة انتظار، كل واحد مستني التاني يفتح قلبه. تمام، هو مستنيك، منتظرك، وعنده امل فيك، وعنده امل في خطوة سريعة ناحيتك. وبس خلي بالك الطريقة اللي هو مستنيك بيها طريقة فيها استفزاز او فيها تحدي شوية، لان هو بس مش عايزك ان انت بس ترجع له او تاخد خطوة، لا، عايزك تاخد خطوة وبضعف. تاخد خطوة، والخطوة دي تكون بندم او باعتذار، او تقول له انا ما كنتش مبسوط وانا بعيدة عنك، انا مش قادرة اعيش من غيرك. يعني عايز خطوة يكون فيها ندم. آه وشايفة ان انت ما بينك وما بين نفسك قاعد بتقول آم، خليه مستني. انت عارف، ممكن تكون انت عارف ان هو مستني، وبتقول بينك وما بين نفسك بتقول خليه مستني. يعني يعني مش هاخد انا الخطوة، هو اللي هياخدها المرة دي، انا مش هعمل حاجة. هو مستنيني بس انا مش هاخد خطوة. طيب شايفة ان هو كمان عايز يقولك خلي بالك ان لولا العند انتوا هنا عندكم الطرف التالت هو العند. فعايز يقولك لولا العند اللي ما بيني وما بينك ما كناش بقينا كده، والعلاقة ما كانتش بقت كده، كانت العلاقة بقت احسن من كده. لان العلاقة فيها مشاعر، بس انتوا اللي موقفينها بسبب العند اللي ما بينك وما بينه. تمام، بس عموما مادام في حب ومادام في مشاعر، في بداية جديدة. يعني لان انا شايفة ان المشاكل دي مش مؤثرة قوي بالسلب. شايفة ان ممكن تكون المشاكل ليها دور في ان الحب يكبر. تمام، آه،
يعني هو ما بينه وما بين نفسه شخص شايف نفسه قوي، شخص عنده الأنا عالية، فاهم؟ فعايز يقولك أنا مفيش حاجة جبراني إن أنا استناك غير اللي أنا بحبك. تمام. وانت كمان يعني انا شايفة ان انت كمان عايز تقوله انا مش قافل قلبي من ناحيتك، لا انا قافل قلبي على الحب والمشاعر اللي جواه علشان ما اضعفش، انا مش عايز اضعف. تمام. ففي عند فظيع جدا، كل واحد فيكو له طريقته، كل واحد فيكو ليه اسلوبه. تمام. يعني كل واحد منكم بيعبر بطريقة مختلفة. تمام. كل واحد فيكو قلبه رايح للتاني، ولكن انتوا سايبين العند هو اللي يسوق العلاقة، او هو اللي يوقف الدنيا. تمام. فحاولوا ان انتوا تظبطوا اموركم كده شويه، وتخلوا العند ده على جنب شويه، لان حرام العلاقه فيها حب وفيها مشاعر، فما تستسلموش يعني للعند بتاعكم. تمام. طيب حبايبي، دي كانت قراءتنا النهارده، اتمنى يا رب انها تكون عجبتكم. يا ريت لو الفيديو عجبكم ما تنسونيش في لايك وشير وكومنت حلو. باي باي.